السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومكم معطر بالصلاة على النبي المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن شاء الله تكونوا كامل بخير في صحة جيدة وتكونوا كامل مهنيين، اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم بإذن الله جيتكم بفيديو خاص عبارة على مشروع مصغر لكامل الناس اللي حضروا طلبيات. اليوم جيتكم بهذا الفيديو لطلبية تعمية حابة تعلموا شو كيفاه نديروا التجهيزات الأولية، كيفاه نجهزوا العجينة نتاعنا، الحشو تاعنا، وكذلك السعر وكامل التفاصيل. إذا بداية أكيد قبل يوم ولا يومين من الطلبية نحضروا أكيد العجينة المورقة تاعنا. العجينة المورقة كان سبق وقدمت لكم العجينة المورقة بأسهل وبأبسط طريقة ممكنة، عجينة إكسبريس بإذن الله. راح نخلي لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف. اللهنية أكيد يومين كما قلت لكم حضرت العجينة المورقة، ونهار قبل ما يجوا يدوا الطلبية حضرت لي مونشو تاعي، يعني خدمتهم وما حشيتهمش. لهنا كما راكم تشوفوا حليت العجينة تاعي بهذه الطريقة. بعد ذلك نحكم موس والله نحكم الجرارة اللي تكون تاع البيتزا هذيك كما راكم تشوفوا، ونقطع مربعات بهذا الشكل بهذه الطريقة. وبعد ذلك شوفوا نحكم القوالب نتاوعي بهذه الطريقة ونغلقهم بالماء. يعني لهنا نحكم كمية من الماء نديرها من الفوق، ونحكم نرولي العجينة نتاعي على هذوك الأنابيب اللي يكونوا صغار، ولا هنايا نخليهم نحطهم كامل في الصينية وندهنهم بصفار البيض بهذه الطريقة. ولا هنا العجينة المورقة دائما كما نقول لكم كي تجهزوها ادخلوها على الأقل نص ساعة في الثلاجة، وبعد ذلك تشغلوا الفرن على أعلى درجة، وبمجرد ما تحطوا الصينية تاعكم تنقصوا كامل، يعني تنقصوا حتى ل 150 درجة. بهيك يعني العجينة المورقة تاعنا نعطوا لها وقت تتورق غير في غرضها، وفي نفس الوقت راها رايحة تطيب لنا من الداخل قبل ما تطيب لنا من برا. كاين الناس بزاف يعني ينجحوا في العجينة المورقة، ولكن كي يجوا للطياب ما يعرفوش يطيبوه، يعني يطيبوها على درجة حرارة قوية. واش يصرى لهم؟ العجينة المورقة ما تتورقش، وفي نفس الوقت يعني تجي من الداخل مزيتة، هذاك اللي يديم كامل تطبقه الداخل وتجيك شغل معجنة، هذاك الفيطاج ما يطلعش. لهنا طيبتهم. وكذلك الحشو حضرته بنهار من قبل. لهنا بالنسبة للحشو نحكم لهنيا حطيت في المقلاة تاعي تقريبا فنجان تاع شاي زيت، ولهنيا حكمت كيلو تاع بصل رحيته في لامولينات بهذه الطريقة. يعني أنا كي نرحي بصل في لامولينات ما يخرجليش الماء بهذه الطريقة. نخلي يعني البصل تاعي حتى يتقلى لي مليح، يعني هذا الحشو يجي زاكي وكذلك يعني يكفينا بهذه الطريقة. ولا هنايا ندير له كمية من الملح، وكذلك راني راح نحط كمية اسكالوب اشي تاعي، اما نتوما ديروا سكالوب اشي ولا داشي ولا الفيونداشي بهذه الطريقة. لهنا كما قلت لكم درت كيلو تاع بصل، ولا هنا كذلك عندي كيلو تاع سكالوب اشي، ولا هنا عندي ملعقة اكل تاع راس الحانوت اللي مخلط مع توابل الدجاج ومخلط مع الثوم بودرة. كذلك عندي لهنا كمية من المعدنوس، المملحات كما تعرفون كامل يحبوا المعدنوس بهذه الطريقة حتى نقليهم مليح. ولا هنايا قلبت الحشو تاعي من المقلة درته في كوكوط يعني تكون شوية كبيرة. لهنا درت له كمية مليحة تاع الفرماج الجبن، أنا دائما نستخدم الجبن يعني اللي يجي في العلب الكبار. ولا هنايا راح نضيف عليهم 6 مغارف تاع فارينة. راني راح نخدم بيشاميل غير مع الحشو، يعني ما نخدمش بشاميل وحدها والحشو ندير وحده، يعني كل حاجة في ضربة، وهيك يعني نسهلوا المهمة علينا. ولا هنايا عندي تقريبا ريتلة نتاع حليب، من ريتلة حتى ريتلة وربع يعني تقدروا ديروها تاع حليب بهذه الطريقة. كما قلت لكم الحشو راح يجيكم زاكي. لهنايا كي نشوف البيشاميل نتاعي خثرت لي مع هذاك الحشو نطفي عليها النار ونخليها حتى تبرد لي تماما. لهنايا بعد ما بردت لي شوفوا يعني القوام اللي نتحصل عليه. لهنا في هذه المرحلة راني راح نميكسيها، وعلاش؟ لأنه الحشو من بعد راني راح نديرو في بوش باهي يساعدني واش ندير نميكسيه بهذه الطريقة. أراكم رايحين تسهلوا العملية عليكم.
وفي نفس الوقت يعني الحشو تاعكم يعني يجيكم خفيف بهذه الطريقة. يعني نضربوا بعض الضربات بالبراميكس. لهنايا كيما راكم تشوفوا لي مونشو تاوعي بعد ما طيبتهم مليح اكتسبوا لي اللون الذهبي من التحت ومن الفوق. جينا هنا لنهار الطلبي، يعني دائما نوض بكري تقريبا لهنا على 5 تاع الصباح. لهنايا بالنسبة للجبن اللي نستخدمه هو جبن سبيدو. هذا هو الجبن يعني اللي يجينا عليه بزاف تساؤلات. الثمن تاعو رخيص وفي نفس الوقت يعني يذوب، والبنة تاعو يعني مليح. ماهوش نوعية ممتازة ولكن نوعية جيدة يعني لا بأس بها. وكما قلت لكم الأهم من ذلك أنه يذوب. لهنايا كما راكم تشوفوا نعمر الحشو تاعي بهذه الطريقة، وفي الأطراف يعني ندير الجبن المبشور نتاعي. وبالنسبة للسعر يعني تاع ليمونشو، لهنايا ليمونشو بما انه كل حاجة راهي غالية، زبدة التوريقة لحالها يعني راها دير 18500، كان حتى في بعض المناطق 20000، يعني كانت تدير فقط 10000. كل حاجة زادت. لهنايا السعر تاع ليمونشو تقدروا تبيعوهم من 4000 حتى ل 5000، يعني من 40 دينار جزائري حتى ل 5000. ولهنايا الحشو اكيد يختلف. اذا كان مثلا يعني حشو تاع فيونداشي فقط اكيد راهم يروحوا حتى ل 6000 7000. ولا هنا بما انه الحشو عباره على خليط ما بين الفيونداشي ولا سكالوب اشي والبيشاميل، يعني كما قلت لكم السعر تروح حتى لل 5000. وبما يعني الناس اللي يعمروها فقط بالبيشاميل يقدروا يبيعوهم من 3000 حتى 3500. إلا هنا أكيد دائما بعد ما نكملوا خدمتنا نحاولوا أننا ننظفوا مكان العمل. هذا ما يعني من الأمور اللي دائما نحث عليهم، ودائما الأمور اللي نتحفزوا بهم. يعني مش يكون مجرد فيديو ولا مجرد روتين، دائما أنه نحاول أنني نبث ولو طاقة إيجابية فيكم إن شاء الله تعالى. وأكيد اللي هنا رانا كلنا نستفادوا من بعضنا البعض. إذا بهذه الطريقة كما قلت لكم دائما هذوما الأمور اللي يحبوا يعني يخدموا على أرواحهم، فقط هي المسألة مسألة تنظيم وقت ومسألة يعني تنظيم الأمور. أكيد يعني السيدة إذا كانت يعني ماكثة في البيت والله خدامة على روحها، الأمر راح يجيها شوية صعيب، خاصة إذا كانت متزوجة ومع الأولاد إلى غير ذلك. ولكن كما قلت لكم بالتنظيم دائما الأمور راح تجرى على أحسن ما يرام. ودائما كما نقولها لكم ونعاودها لكم، يعني ما كانش كما المنوض بكري بركة أمتي في بكورها، كما قال الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لهنا نحكم العلب نتاوعي وننظم فيهم لي مونجو نتاوعي. يعني لهنايا دائما كما قلت لكم نخدموا خدمة نقية تكون مرتبة وتكون منظمة. إذا بهذه الطريقة نحكم الكيسات تاوعي ونحط فيهم لي مونجو بهذه الطريقة. وبعد ذلك أكيد رانا راح نحطهم في العلب الخاصة بالحلويات. ونتمنى أنه نكون قدمت ولو فكرة بسيطة، خاصة أصحاب المشاريع اللي يفكروا يخدموا على أرواحهم. يعني ابدأوا، تقدروا تبدأوا بكونت، تفتحوا كونت في الفيسبوك، تديروا شوية إعلانات ترويجية، تتقدموا لبعض المحلات، ديروا كذلك اعلان لكم وتخدموا على ارواحكم. يعني ما كانش كيما لقمة الحلال وما كانش كيما الرزق الحلالي. ربي ان شاء الله يعين كل واحد على حياته الخاصة ان شاء الله، وربي ان شاء الله يسهل لنا في الرزق الحلال، اللهم امين يا رب العالمين. نتمنى كما قلت لكم انه تكون الفيديو هذايا فاتحة خير على بزاف اخوات، خاصة اللي يحبوا هذا النوع من انواع الفيديوهات. واذا عجبكم هذا الفيديو اكيد زيدوا قولوا لي في التعليقات بهك يعني نكثر لكم منهم ان شاء الله تعالى، وان شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا كامل. يعني شوفوا لي موجود تاعنا كيف يجونا من الداخل، يجونا مورقين، يجوا مقرمشين، ويجوا يعني فايتي. كما قلت لكم اسرار دائما تكمن من عجينة التوريق حتى لطريقة الطهي. اذا نتمنى اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تخلوا لي لايك، تشتركوا معي في القناه حتى يصلكم كل جديد، واكيد ما تنسوش تبارطاجيو القناه والفيديوهات ما بين حبايبكم واصحابكم حتى تكبر قناتنا ونمتنا اكثر فاكثر. مسكوا الختام، تحيه الاسلام وتحيه الاسلام السلام، سلام الله عليكم.